انا عايز افهم بقى ايه حكايه نهائي 2019 بتاع بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا للاهلاويه. عاملين يتكلموا عليه من 7 سنين. النهائي ده كان بين الترجي والوداد يا جماعه. يعني تلخيص سريع، كان النهائي في ملعب رادس الماتش التاني. الوداد جاب جون واتلغى او حاجه كده، والفار اتعطل. يعني الفار ما اشتغلش، قالوا له ما فيش فار. فالوداد على اسره انسحب من الماتش، اللعيبه ما كملتش الماتش والبطوله اتحسبت للترجي. الوداد احتج، قدم شكوى. الترجي راح مقدم طعن في المحكمه الدوليه. والمحكمه الدوليه في الاخر اقرت ان البطوله للترجي على اساس ان الوداد انسحب من الماتش، بصرف النظر طبعا عن ان هم عطلوا الفار وكان في لعبه كده من الترجي طبعا. والوداد اتظلم في الماتش ده بصراحه. بس انا عايز اقول لك ان دي نفس النقطه اللي الناس بتعترض عليها للمغرب. المغرب دلوقتي مستندة ان السنغال انسحبت الماتش لاكتر من 15 دقيقة والحكم ما لغاش الماتش. فانا دلوقتي من حقي ان انا اخد البطولة. فدي نفس النقطة اللي الترجي خد بيها من البطولة في 2019، والناس قالوا ان هي ايه، اتظبطت له. الاهلاويه بقى مخترعين كده السيناريو في دماغهم، بيقول لك ان الوداد تم وعده ببطولة افريقيا عشان اللي خسروها الظلم في 2019. تمت بعد 3 سنين الوداد خد البطولة من الأهلي من ماتش واحد في ملعب الوداد في المغرب، عشان تم وعده من الكاف، يعني عشان الظلم اللي حصل في 2019. فتم وعده بعديها ب3 سنين. طب ده يعني طب ما كان يعني باب اول انه مثلا يديها له في 2020 2021. ليه استنى 3 سنين؟ 2020 على فكره الوداد وصل سيمي فاينال، وصل قبل نهائي وخرج قدام الاهلي. و2021 وصل سيمي فاينال وخرج قدام كايزر تشيفز. ما كانت تتظبط له بعديها؟ ليه بيستنوا يوصل نهائي؟ طب افرض ما وصلش نهائي، كانوا هيعوضوه ازاي؟ ليه مستنيه يوصل نهائي قدامك ويديله البطوله؟ ليه دايما انت اللي بتتظلم؟ يعني ليه دايما الناس كلها جايه عليك؟ وفي الاخر بتقول نظريه مؤامره وبتصيح. بص انت بتفكر ازاي؟ ليه كل حاجه يعني انت اي سيناريو هتاخده في صالحك، سواء ظلم سواء مش ظلم. انت اتظلمت في نقطه انك لعبت ماتش واحد قدام المغرب، قدام الوداد في ملعبه. انا مش معترض على دي. بس ليه شايف سيناريو ان هو تم وعد الوداد واللي انت ما اعترضتش؟ طب ليه ما انسحبتش وما رحتش الماتش زي ما عملت في الدوري؟ ما انت انسحبت وعادي وخدت اللي انت عايزه وخدت الدوري كمان، زي السنه اللي فاتت لما انسحبت قدام الزمالك عشان ما فيش حكام اجانب. طب ما بطوله افريقيا دي كان سبب ادعى ان انت تنسحب. كان هيبقى ليك سبب ان انت الماتش النهائي ماتش واحد على ارض الخصم فتنسحب، لكن انت خفت. ليه؟ عشان عارف ان هي مش سايبه زي مصر. عارف ان هي لو انسحبت ما هتقعد 3 بطولات متعاقب، زي في السوبر الافريقي 94 لما اتلدعت من الزمالك واتقمصت ومبقتش تلعب تاني. وصالح سليم اقنعك ان البطولات العربيه فلوسها اكتر.